السلام عليكم، اهلا وسهلا بالحباب ديالي. انا جيتكم اليوم بفيديو جديد وقضيه جديده. 25 شهر 1 2005 تقريبا مع 2:15 ديال الليل غادي يجي بلاغ البوليس بلي لقاو جثه ديال البنت مقتوله في دارها. هنا البوليس غادي يسولوا على الشخص اللي علمهم بالجريمه. هاد الشخص كانت بنت وسميتها اسراء، هي اللي اتصلت بالبوليس وعلماتهم حيت كانت ساكنه مع شيماء في نفس الدار. في هذه اللحظه البوليس بداو كيسولوا في اسراء، قالوا لها قولي لنا بالضبط كي درتي لقيتي شيماء ميته. قالت لهم بلي هي ديك العشيه كامله ما كانتش في الدار وكانت مع شي صحاباتها كيحفظوا مجموعين، حيت ما بقى لنا والو على الامتحانات. ولكن ملي قلت لشيماء يلاه تحفظي معنا هي ما بغاتش، قالت لي بلي هي عيانه وما فيها ما تخرج. خليتها على خاطرها وخرجت. ومني وصلت 8 ديال الليل اتصلت بها وعلمتها بلي نقدر ما نجيش نبات في الدار ديك الليله ونبات مع البنات. ولكن ملي تنص الليل تقريبا مع ديك الوحده قلت صافي نرجع للدار بلا ما نخلي شيماء تبات بوحدها. ايوا غير دخلت للدار بقيت كنعيط لها حيت كنت جايبه معايا العشاء وقلت نفيقها تعشى معايا. بقيت كنعيط لها ولكن هي ما كتجاوبش. مني شفتها ما كتجاوبش مشيت عندها باش نفيقها حتى كنت تصدم بلي البنت عينيها محلولين. مني شفت داك المنظر خرجت من البيت وبقيت كنغوت حتى تجمعوا عليا الناس والجيران ديال الحومه. كانت اسراء في واحد الحاله خايبه بزاف بسبب داك المنظر اللي شافت فيه صاحبتها. هادشي اللي خلى البوليس يسولها على العلاقه اللي كتربطها بشيماء، كي دارت عرفتها وفوقاش وكي كانت العلاقه بيناتهم. قالت لهم اسراء باللي هي وشيماء كانوا بحال الخواتات، حيت كنا كنسكنوا بجوج في نفس المدينه وبالضبط في اقليم تازه. وباللي كتعرف شيماء مني كانوا كيقراو في الابتدائي وحتى العائلات ديالنا كيعرفوا بعضياتهم مزيان. ومنين شدينا الباك قررنا نديرو الجامعه حيت حنا دايرين نفس الشعبه. داكشي علاش اتفقنا وكرينا بزوج. من بعد ما خداو الاقوال ديال اسراء هنا غادي يبدا الدور ديال البوليس وفرقه الادله الجنائيه. بداو كيديروا المعاينه ديالهم على الجثه ورفعوا البصمات كامله اللي كانت في الدار. كانوا كيقلبوا على اي دليل اللي يقربهم من الشخص اللي ارتكب هذه الجريمه. اول حاجه لاحظوها المحققين هو العنق ديال شيماء كان حمر بزاف، ولكن ملي قلبوها ما لقاو فيها حتى شي اثار ديال العنف، يعني ما تعرضتش للضرب. هادشي اللي خلى البوليس يقول بلي الشخص اللي قتلها خنقها بيديه. ومنين قلبوا يديها لاحظوا بلي الصبع ديال شيماء كان فيه واحد الخاتم ديال الخطوبه. هنا عطاو احتمال بلي شيماء تقدر تكون مخطوبه. منين قلبوا في حوايجها لقاو واحد الالبوم ديال التصاور. هاد الالبوم كانوا فيه شي تصاور ديالها مع واحد الولد كانوا باينين باللي بيناتهم واحد العلاقه. ومنين دخلوا للكوزينه لقاو قرعه ديال الشراب وحداها 2 ديال الكيسان. من بعد ما رفعوا البصمات اللي كانوا في الدار كامله هزوا معاهم حتى ديك القرعه ودوك الكيسان باش يشوفوا البصمات اللي فيهم، وفي نفس الوقت باش يديروا تحليل الشراب اللي كان في الكيسان واش فيه شي منوم ولا لا. ومنين قلبوا التليفون ديالها ما لقاو فيه حتى شي حاجه مهمه اللي تعطيهم شي خيط. مني سالوا البوليس الخدمه ديالهم صيفطوا الجثه للطبيب الشرعي باش يعرفوا سبب الوفاه والوقت بالضبط فوقاش ماتت. من بعد ما بداو كيسولوا الناس اللي ساكنين في داك الحي في هذاك الوقت ديال ما بين 12 لوحده حتى لوحده ونص، واش ما سمعتوا حتى شي حاجه ولا شفتوا شي حاجه اللي لفتت لكم الانتباه ديالكم اولا شي حاجه اللي تخليكم تشكوا. ولكن للاسف حتى شي واحد ما شاف ما سمع حتى شي حاجه. الاغلبيه ديال الناس في داك الوقت يكونوا ناعسين وبطبيعه الحال في هذيك الوقيته ديال الليل. وحتى الحي اللي كانوا ساكنين فيه كان معروف بحي الطلبه والطالبات اللي كيجيو من مدن بعيده. ولكن البوليس هنا غادي يكتشفوا بلي ديك السيمانه كاينه عطله. هنا سولوا اسراء وقالوا لها منين هاد السيمانه كاينه عطله، علاش نتي وشيماء ما مشيتوش تشوفوا والديكم؟ قالت لهم بلي اتفقت انا وشيماء باش ما نمشيوش هاد العطله، هما كيسكنوا بعاد وحتى والديهم في هاد العطله ما غيكونوش في الدار. قلنا اللهم نبقاو هنا كيف ما كان الحال بعدا نخرجوا ونفوجوا شويه. مني بقاو البوليس كيحلوا هاد الاحداث كامله اللي وقعت بداو كيعطيو بزاف ديال الاحتمالات. واش هذاك الشخص اللي كانت مصوره معاه شيماء واللي كان كيبان باللي بيناتهم شي علاقه غراميه يقدر يكون عنده شي يد في هاد القضيه،
او لا شي حد مجهول اللي حنا باقي ما عرفناش. حتى لهنا العائله ديال شيماء كانوا مازال ما سايقينش الخبار، حتى اتصلوا بهم البوليس وطلبوا منهم يجيو لمدينه وجده. قالوا لهم بغينا نهضروا معاكم في شي موضوع كيخص بنتكم. وغير الصباح عائلتها بقوت الخوف على بنتهم، شدوا الكار ومشاو مباشره لمدينه وجده. ولكن من وصلوا كيتفاجئوا بالخبر ديال بنتهم اللي تقتلات. الام ديالها مسكينه نزل عليها داك الخبر بحال الصاعقه، طاحت سخفات على وقفتها وبقات كتغوت وكتقول لهم غير قولوا لي شنو وقع لبنتي وكيفاش ماتت. يلا البارح هضرات معايا وكانت عاديه، ما كان عندها حتى شي مشكل. الام مسكينه ما قدراتش تصبر على فراق بنتها. الام من بعد ما تهدنات سولوها البوليس واش بنتك كانت مخطوبه، حيت لقينا في صبعها شي خاتم ديال الخطوبه. قالت لهم لا بنتي ما مخطوباش. سولوها وقالوا لها واش شيماء كانت كتعاود لك على حياتها الشخصيه ولا واش كان شي واحد في حياتها. جاوبات امها وقالت لهم باللي شيماء ما كانتش كتعاود لي بحال هادشي، وكنت مني كنسولها واش كتعرفي شي ولد ديما كانت كتقول لي لا، وانا ما عندي ما ندير بهذا الشيء، انا داياها غير في قرايتي. في هذا الوقت كان خرج تقرير ديال الطبيب الشرعي وكان فيه بلي الضحيه ماتت ما بين الوحده والوحده ونص ديال الليل، وبلي الجثه ما تعرضتش للعنف ولكن ماتت مخنوقه، والدم ديالها كانت فيه واحد النسبه كبيره ديال الكحول. يعني التوقعات الاولى ديال البوليس هي اللي كاينه. وحتى ملي خرج التحليل ديال الكيسان اللي كان فيهم الشراب لقاو فيهم غير البصمات ديال شيماء بوحدها. ولكن منين خرجوا النتائج ديال رفع البصمات لقاو غير البصمات ديال شيماء وإسراء. هنا البوليس منين ما لقاو حتى شي معلومه جديده من عائله شيماء رجعوا استدعاو صاحبتها إسراء باش يعمقوا معها البحث. قالوا لها شوفي اي معلومه كتعرفيها على شيماء صغيره ولا كبيره قوليها لنا، محيتي لا خبعتي علينا شي حاجه واخا غير صغيره غادي تولي حتى انت مشاركه في هذه الجريمه. إسراء ملي سمعت هاد الهضره خافت على راسها ومباشره بقات كتعاود لهم ديك الشيء كامل اللي كتعرف. قالت لهم بلي شيماء كانت مصاحبه مع واحد السيد سميتو سعد وكان تيقرا معاهم في نفس الجامعه، ولكن دابا هادي شي 6 شهور باش تفارقوا. هنا سولوها البوليس واش هاد سعد هو اللي كانت مصوره معاه في الالبوم. قالت لهم هو هذاك. سولوها واش هاد الولد كان كيجي عندها للدار. قالت لهم منين كانوا مصاحبين كان كيجي عندها مره للدار. ولكن إسراء هنا غادي تقول للبوليس واحد المعلومه مهمه بزاف واللي غادي تفيدهم في البحث ديالهم. قالت لهم بلي شيماء مؤخرا كانوا دايرين عندها الفلوس بزاف وما كانش معروف منين كتجيبهم، وحتى الوالدين ديالها كانوا ناس بسطاء، يعني ما عندهمش الامكانيات باش يصيفطوا لها ديك الفلوس كلهم. وهنا سولوها المحققين وانتي باش عرفتي بلي شيماء كانوا عندها هاد الفلوس الكثيره. قالت لهم حيت مؤخرا ولات كتشري غير الحوايج الغاليين ولات كتاكل غير في الريستورات الغاليه، حتى من التليفون ديالها بدلاتو وشرات واحد اخر جديد اخر ما خرج في السوق. وهذا الشيء كامل بان عليها في دقه واحده. منين سمعوا البوليس هاد الهضره شكوا بلي تكون شيماء مؤخرا تعرفت على شي واحد لاباس عليه وقيله هو اللي كيوفر لها هاد الشيء كامل. رجعوا سولوها واش كتعرفي سعد فين كيسكن. قالت لهم عارفه وعندي حتى النمره ديالو ديال التليفون. البوليس هنا غادي يستدعيو سعد باش حتى هو غادي يحققوا معاه. هنا اول سؤال غادي يسولوه واش عرفتي شنو وقع لشيماء. جاوبهم سعد وقال لهم يلا عرفت هاد الصباح حيت اتصلوا بيا صحابي وهما اللي قالوها لي. في هذيك اللحظه غادي يسولوه شنو العلاقه اللي كتربطك بشيماء حيت لقيناك مصور معاها بزاف ديال التصاور وكان باين باللي بيناتكم شي حاجه. جاوبهم سعد وقال لهم قال لهم قبل عامين تعرفت على شيماء في الجامعه. في الاول كنا غير اصدقاء ولكن مع الوقت طورت هاد العلاقه ولينا كنبغيو بعضنا. تقريبا هاد العلاقه بقات بيناتنا لمده ديال عام ونص توقعوا بيناتنا شي مشاكل وتفرقنا. هنا البوليس غادي يسولوه شنو هي هاد المشاكل اللي وقعت بيناتكم. قال لهم سعد بلي شيماء كانت انسانه ماديه واي واحد بان لها عنده الفلوس كتقرب منه
وكتبغي دير معاه شي علاقه. ومحيت انا كنت باقي كنقرا وما عنديش الفلوس، ما كنتش معمر لها عينيها. كانت دائما كتطلب مني شي اشياء ما كانوش في الاستطاعه ديالي، وهنا كانوا كينوضوا بيناتنا المشاكل. البوليس هنا من يسمعوا هاد الهضره مباشره غادي يتفكروا الهضره اللي كانت قالت لهم اسراء، باللي شيماء مؤخرا بانت عليها الفلوس. هاد الشي غادي يخليهم يشكوا باللي يقدر يكون شي طرف اخر في هاد القضيه، ويقدر يكون هاد الشخص ما عرفو حتى واحد. هنا البوليس مني ما لقاو حتى شي دليل ضد سعد طلقوه يمشي، ولكن قالوا له في هاد المده ما تمشي حتى لشي بلاصه، بحيث نقدروا نستدعيوك في اي وقت. هنا البوليس قرروا يوسعوا دائره البحث ديالهم، وغادي يمشيو يسولوا كاع الدراري والبنات اللي تلاقات بهم شيماء مؤخرا، ولكن كلهم كانوا كيقولوا هضره وحده الا واحد البنت. هاد البنت قالت للبوليس باللي البنات كانوا كيقولوا على شيماء باللي عندها علاقه مع واحد الاستاذ كيقري عندنا هنا في الجامعه. كانوا بعض المرات كيشوفوها جالسه معاه في شي قهوه، وهذا الاستاذ مؤخرا ولا كيعطيها النقاط اللي ما كانتش كتستحقهم، حيت شيماء ما كانتش كتقرا مزيان. في الاول كانت كتجيب عنده نقاط عاديه، ولكن من بعد ولا كيحط لها نقاط طالعين عكس الطلبه الاخرين. هادشي اللي زاد اكد الشكوك ديالنا. واحد النهار سولناها واش عندك شي علاقه مع هذا الاستاذ، قالت لنا ما بيني وبينه والو، وحتى الطريقه اللي كانت كتهضر معاه بها كانت معيقه شي شويه، وحتى دوك التصرفات اللي كانت كدير معاه كانت كتبين باللي بيناتهم شي حاجه. سولوها هاد الاستاذ شحال يكون في عمره، قالت لهم ما بين 40 حتى 50 عام. وهنا البوليس باش يتاكدوا من الكلام اللي قالت لهم البنت غادي يستدعيو الاستاذ باش يستجوبوه. من بعد ما استدعاوه غادي يمشي عندهم. اول سؤال غادي يسولوه واش سمعتي بالجريمه اللي وقعت للطالبه شيماء اللي كتقرا عندك؟ قال لهم ياه سمعت شنو وقع لها، وكنظن راه كلشي عرف هذا الخبر ماشي غير انا. قالوا له شنو كتعرف على شيماء؟ قال لهم اللي كنعرف هو انها طالبه بحالها بحال البنات اللي عندي. هنا غادي يقولوا له البوليس حنا سمعنا هضره اخرى باللي كانت بيناتكم شي علاقه، وحتى من النقاط كنتي كتزيدهم لها، واخا كان المستوى ديالها ضعيف بزاف عكس الطلبه الاخرين اللي كانوا كيقراو عندك. الاستاذ هنا ملي غيسمع هاد الهضره غادي يتفاجئ. في هذيك اللحظه غادي يبان عليه شويه ديال التوتر، وقال لهم لا ما كاينش هاد الشيء، يمكن حيت البنات كيغيروا منها خرجوا عليها هاد الكلام، وماشي اي اشاعه خرجت غادي نتيقوها. جاوبوه البوليس وقالوا له يا عندك الحق متفقين معك، ولكن قل لنا في ديك الليله اللي وقعت فيها الجريمه ما بين 12 و 2 فين كنتي بالضبط؟ قال لهم كنت ناعس في داري. من بعد ما خداو الاقوال ديالو طلقوه يمشي بحاله، ولكن البوليس ما خلاوش يحس باللي شاكين فيه. ولكن باش يتاكدوا باللي ما كيكذبش عليهم مشاو لاقرب كاميرا اللي شاده الباب ديالو ديال دارو. وهنا غادي يتفاجئوا مني غادي يشوفوا الاستاذ خرج مع 11:15 بالضبط من دارو ورجع حتى 3 ديال الصباح. انا غادي يعرفوا باللي كان كيكذب عليهم، وهنا غادي يمشيو يعتقلوه باش يعمقوا معاه البحث. في الاول بقى كينكر، ولكن مني واجهوه بداكشي اللي عرفو بقى كيدخل ويخرج في الهضره. هنا البوليس غادي يبقاو يضغطوا عليه حتى في الاخير ما قدرش يزيد ويقاوم، وقرر يعترف لهم بالجريمه اللي دار. قال لهم باللي بصح كانت عندي واحد العلاقه مع شيماء، وكان هذا هو اكبر غلط درت في حياتي. في الاول كانت علاقتنا عاديه، ولكن مع الوقت ولات شيماء كتطلب مني الفلوس وانا كنت كنعطيها، ولكن مع الوقت ولاو المتطلبات ديالها كثيره، وحتى المبالغ اللي كتطلب مني كبيره. ملي شفت راسي ما قادرش على هذا الشيء قررت نتفارق معاها، ولكن شيماء ما تقبلاتش نتفارقوا، لدرجه ولات كتهددني باللي غادي تفضحني مع مراتي وولادي. ولكن انا ما ديتهاش فيها، قلت راه غير معصبه وكتقول هذا الشيء. حتى لواحد النهار صيفطت لي فيديو ديالي انا وياها، كنا في شي وضعيه ماشي هي هذيك. قالت لي غادي نوري هذا الفيديو لمراتك وولادك، وغادي نصيفطو حتى للطلبه في الجامعه، وبطبيعه الحال اي واحد في بلاصتي غادي يخاف على راسو. خفت نتفضح في خدمتي ونخسر عائلتي ونتشوه في الجامعه، وهذا الشيء هذا هو اللي خلاني نرتب مع شيماء
باش ما نتفضحش. وفي ديك الليله اتصلت بيا شيماء وقالت لي بلي غادي تبات بوحدها في الدار، وطلبت مني نمشي نقص معاها شويه. مني وصلت 11 ونص ديال الليل مشيت وحطيت طوموبيلتي بعيده على الحي اللي كتسكن فيه باش ما يشوفني حتى شي واحد. ما كنتش عوال غادي نتعطل، قلت غادي نجلس معاها غير واحد نص ساعه ونمشي بحالي. مني دخلت عندها للدار بقيت كرد البال واش ما كيشوفني حتى شي واحد. منين دخلت لقيت شيماء حاطه حداها القرعه ديال الشراب وكتشرب بزاف. جلست حداها وبقيت كنهضر معاها. واحد اللحظه طلبت منها تعطيني داك الفيديو اللي كانت كتهددني به، ولكن شيماء ما بغاتش تعطيه لي وبقات كتستفزني لدرجه وصلت انها قالت لي خاصك تزوج بيا او لا هادشي كامل غادي يوصل لعائلتك وحتى خدمتك. في هذيك اللحظه ما شعرتش براسي حتى شديتها وبقيت كنخنق فيها حتى ماتت. ولكن انا راه ما عمرني ما كنت ناوي نقتلها، اصلا ما عرفتش كيفاش ماتت في يدي. انا كنت غير ناوي نخلعها وصافي. ما توقعتش غادي توصل الامور حتى للموت، لدرجه انني ما استوعبتش داكشي اللي وقع. بقيت جالس في بلاصتي ومصدوم، ما عرفت ما ندير. واحد اللحظه من بعد ما استوعبت داكشي اللي درت بقيت كنمسح كاع دوك البلايص اللي شكيت انني نكون قصتهم بيدي، وحتى التليفون ديالها مسحتهم دوك التصاور والمكالمات اللي كانت بيناتنا. ومباشره خرجت بحالي ومحيت شيماء كانوا عندها بزاف ديال العلاقات. قلت راه غادي يشكوا في شي واحد منهم وما غاديش يشكوا فيا انا. ومنين اعترف بالجريمه ديالو حولوه البوليس للمحكمه، وفي المحكمه غادي يحكم عليه القاضي ب25 عام ديال الحبس. وحتى لهنا القضيه ديالنا غادي تكون سالات. وإلا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي. بسلام عليكم.